السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جبت لكم البروجيكتور الترند. البروجيكتور ده يا جماعة اللي مغرق النت، نجربه مع بعض ونشوف هل فعلا يستاهل ان انت تشتريه ولا لا. عايز اقول لكم ان البروجيكتور ده بيجي بنظام اندرويد، بيعرض بدقة 720، هو من الفئة الاقتصادية 280 انسي لومنز. يعني نقدر نقول ان هي قليلة بصراحة. هنجربه ونشوف هل يستاهل ان انت تشتريه ولا لا. حجمه صغير، واللي بيميزه ان انت تقدر تعرضه على السقف عندك زي ما انت شايف كده. يلا نجرب البروجيكتور ده. وهنا هيظهر معانا علبة المنتج بتاع البروجيكتور اللي معانا النهارده. لو جينا بصينا على اهم المحتويات، هنا هيظهر معانا الريموت التحكم، ريموت بسيط تقدر تتحكم هنا في الباور، في الفوكس، الفوليوم، الكلام ده كله. وفي هنا برضو الماوس. وهنا هيظهر معانا كابل باور، واهم حاجة عندنا ان كابل الباور بيجي بالاتجاه ده كده علشان تقدر تركبه في البروجيكتور وتقدر تحركه باي زاوية انت عايزها. وهنا هيظهر معانا المنتج نفسه. في البداية كده عايز اقول لكم ان المنتج ده بيجي موديل HY 300 برو. هنا هيظهر معانا السماعات، السبيكر بتيجي بقوة 5 واط. ولو بصينا على المنتج نفسه كده من الخلف هيظهر معانا هنا منفذ الباور، وهنا ده زرار الباور، ال HDMI عشان لو حبيت توصله برسيفر، بكمبيوتر، بلابتوب، اي جهاز HD. وهنا هيظهر معانا منفذ اليو اكس عشان لو حبيت توصله بسماعات خارجية او سماعة هيدفون. وفي نفس الوقت هنا USB عشان لو حبيت توصله بهارد خارجي، ماوس، الموبايل بتاعك. كل المخارج ديت موجودة هنا، وده مكان الريموت. لو جينا بصينا كده من الامام هيظهر معانا العدسة، ومن فوق كده هيظهر معانا الفوكس. زي ما انتم شايفين العدسة تبدأ تتحرك كده وتقدر تظبط الفوكس زي ما انت عايز. البروجيكتور ده يا جماعة بيجي بنظام اندرويد 11، وتقدر توصله بالموبايل لان فيه واي فاي وفيه بلوتوث، وتقدر تعمل شير سكرين وتعرض كل حاجة على الموبايل على البروجيكتور ده بدون اي مشاكل. البروجيكتور ده بيعرض بدقة 720 بي لان هو من الفئة الاقتصادية 280 انسي لومنز. نقدر نقول عليه مقبولة مقابل سعره لان هو من الفئة الاقتصادية. وعايز اقول لك برضو ان هو بيعرض لك لحد شاشة 150 بوصة. هنيجي كده لتاني حاجة مميزة فيه، وهو ان هو تقدر تحركه كده لزاوية 80 درجة. طب فايدة 80 درجة كده ان انت تقدر تعرض البروجيكتور ده كده على السقف عندك في البيت بدون اي مشاكل. زي ما احنا في واي فاي، في بلوتوث، طريقة استخدامه سهلة جدا في نظام الاندرويد عشان تقدر تنزل اي تطبيقات انت عايزها. اول ما فتحت البروجيكتور ده قلت طب ازاي ممكن نوصل سلك الباور هنا ونبدأ نعرضه بالشكل ده كده، هيكون في مشكلة في كابل الباور. لكن هنا هم حلوا لنا الموضوع ده بصراحة. زي ما انتم شايفين عملوا كابل باور بالشكل ده كده، وبالتالي انت تقدر توصله وتشغله بالطريقة السهلة دي. يلا مع بعض كده على طول نروح نجرب ونشوف البروجيكتور ده الأداء والجودة بتاعته بتكون عاملة ازاي. وهنا يا جماعة كده فتحت معانا الهوم بيج بتاعة البروجيكتور دوت. وزي ما انتم ملاحظين صوت الفان صوتها مش عالي قوي بصراحة. في اكتر من بروجيكتور انا جربته بيكون صوت الفان اعلى من كده. هنا هيظهر معانا برنامج نتفليكس، وهنا اليوتيوب، وهنا ابلكيشن ستور علشان تقدر تنزل التطبيقات اللي انت عايزها. تقدر تنزل مثلا هنا اليوتيوب ونعمل له داونلود. زي ما انتم شايفين ما شاء الله السرعة بتاعته قوية جدا بعد ما ربطته بالواي فاي بتاعي. تمام. وهنا برايم فيديو، في برامج كتير زي ما انتم شايفين، جوجل كروم. وهنا ندخل على الابليكيشن هيظهر معانا بعض التطبيقات اللي نازله على الجهاز، الابليكيشن ستور، كالكوليتور، فايل مانجر، ميرا سكرين. ده علشان تقدر تربط الموبايل بتاعك بالبروجيكتور. هنا ميوزك. وهنا هيظهر معانا بلاي ستور، تقدر تسجل حسابك هنا وبعد كده تقدر تنزل التطبيقات اللي انت عايزها كلها. وهنا يظهر معانا اليوتيوب اللي احنا نزلناه من شوية، نبدأ نشغله كده. زي ما شايفين كده يا جماعة احنا فتحنا على اليوتيوب القناة بتاعتنا، ونقدر نشغل اللي احنا عايزينه. نبدأ كده نسمع الصوت. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم
صدق الله العظيم. السيتنج دي يا جماعه فيها بعض الاعدادات الخاصه بالواي فاي زي ما انتم شايفين، وتقدر تعمل هوت سبوت من البروجيكتور نفسه. وهنا في البلوتوث عشان لو حبيت ان انت تربطه باي سماعات خارجيه. وهنا اللغات، وهيظهر معانا هنا الانجليزي. في لغات كتير جدا، هنشوف متوفر فيها اللغه العربيه ولا لا. موجود فيها اللغة العربية زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنا اذر سيتنج الخاصة بالابليكيشن سيتنج ولا ضبط المصنع. وهنا بروجيكشن سيتنج ده خاصة بالسكرين زوم، تقدر تحكم هنا عايز تصغر الشاشة او تكبرها زي ما انتم ملاحظين. تقدر تصغر وتكبر زي ما انت عايز كده. زي ما احنا قلنا ان هو بيعرض لحد 150 بوصة. هنا البروجيكشن مود انت عايز ان هو يقلب لك البروجيكتور زي كده او كده. ده طبعا بتفرق حسب يعني انت معلق بروجيكتور فين، على السقف، على حيطة، على ترايبود او زي ما انت عايز مثلا. وهنا الكيستون، في هنا خاصية الكيستون كوريكشن، ده بيبدأ يظبطها لك بشكل اوتوماتيك. وفي نفس الوقت برضو ان انت تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. زي ما شايفين كده اقدر اتحكم في الزوايا كلها زي ما انتم ملاحظين كده. دي بتفرق جدا طبعا لو انت مشغل البروجيكتور مثلا في جنب من الغرفة بتاعتك، مش في منتصف الحيطة بالظبط. وهنشوف هنا اهم المواصفات بتاعته. الموديل بتاعه اللي هو HY 300 برو، نظام الاندرويد بتاعه 11 زي ما شايفين. وهنا الرامات بتاعته 1 جيجا، والذاكرة الداخلية لحد 8 جيجا. في نفس الوقت هنا برضو نرجع ونحاول نشغل اي حاجة من على الفلاشة، ونروح كده على الفلاشة. تقدر توصل له فلاشة او هارد خارجي. هنبدأ نجرب كده. ودي كده بعض الصور اللي انتم شايفينها للبروجيكتور بدون اي تعديل او اي اديت او تعديل في الالوان. هنروح كده ونجرب وتشوفوني مع الصورة. دي كده جودة الفيديو. بصراحة هو ينفع كويس جدا لسهرات الليلية، انت والاولاد تتفرجوا على موفي الكرتون. تقدر تشيله معاك في اي مكان. حاجة ممتازة جدا بصراحة. وللأمانة نقدر نقول جودة الصورة بتاعته فهي مقبولة. زي ما احنا قلنا ان هو 280 انسي لومنز من الفئة الاقتصادية، سعره رخيص تقريبا $50. فلما تلاقي بروجيكتور رخيص بالامكانيات ديت فنقدر نقول ان هو بصراحة سعره مقبول. هنحاول دلوقتي ننور النور ونشوف الاضاءة بتاعته بتكون عاملة ازاي مع النور. احنا دلوقتي في غرفة فيها اضاءة، فاحنا بنجرب دلوقتي ونشوف هل البروجيكتور ده ينفع في الغرفة اللي بيكون فيها اضاءة زي المدرسين او اي حد بيشرح في فصول بيكون فيها اضاءة. هنطفي النور تاني. ملاحظين فرق كبير جدا يا جماعة طبعا. الخلاصة كده ان البروجيكتور ده مخصص ان هو يشتغل في غرفة مظلمة بنسبة كبيرة جدا عشان تاخد منه احسن صورة. وبكده يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو. اللي عايز تشتري المنتج ده فانا سيب لك رابط الشراء بتاعه اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.